زمان وأنا طفل فاكر لما علموني في المدرسة أرقام الطوارئ علشان لو حصل حاجة ألحق أتصرف وأطلب المساعدة أو النجدة، علشان لازم يبقى ليا دور ومبقاش منتظر طول الوقت إن حد من الكبار بس هو اللي يتصرف ويحاول، لكن لازم أنا كمان يبقى ليا دور علشان مبقاش سلبي. وساعتها كانت الأرقام 122 للنجدة و123 للإسعاف و180 للمطافي، والأرقام دي كانت معروفة لكل الناس. لكن لما كبرت لقيت إن في نجدة من نوع تاني على رقم 2913، وبالتحديد في سفر إرميا في الكتاب المقدس، اللي هي النجدة السماوية اللي بتتدخل وقت الأزمة ووقت المشكلة مهما بانت صعبة ورخمة وتقيلة، ومستنية إن اتصل علشان تلحقني وتسندني، وهي نعمة ربنا. في الشاهد ده نلاقي الكتاب المقدس كان بيقول: وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم. بمعنى إن وقت ما تجري تستنجد بربنا وتطلب دعمه هتلاقيه منتظرك وفاتح الباب مستني صوتك يطلب معونته، لكن بشرط صغير لكن صعب في أوقات كتير علينا، وهو إننا نطلبه بقلبنا وبإيمان حقيقي من جوانا، ما يبقاش بس بلساننا واحنا مش مصدقين انه قادر انه يعمل حاجات كتير علشاننا. الله يا صديقي هو الدعم اللي ما بيوقفش، والنجدة اللي عمرها ما بتتأخر علينا، والسند اللي يخلينا ما نملش في اي وقت من الاوقات او في اي ازمة من الازمات ولا في اي دقيقة من الدقائق. لكن المهم إن لازم نعرف إزاي نطلبه من قلبنا، نطلبه وإحنا مصدقين إنه الرب في وسطنا إله جبار قادر يعدي بينا كل المستحيل اللي إحنا ما نقدرش عليه ولا نقدر نقف قدامه، ولكن علشان هو القادر فقادر إنه يحقق كل اللي إحنا ما نقدرش عليه وينقذنا من كل اللي بنفتكر إنه ممكن يأذينا أو يضرنا في يوم من الأيام. أنا بقول أواجيه، وده بودكاست كنبة الحواديت.